مساء الفل على احلى ناس. اخبار جديده طالعه من الاتحاد الافريقي. الاسبوع الجاي في حفله هتكون في جنوب افريقيا علشان يقولوا الرولز واللوائح الجديده بتاعه الاتحاد الافريقي، اللي هي ايه؟ اللي نادي الزمالك هيشارك في دوري ابطال افريقيا. هيشارك ازاي في دوري ابطال افريقيا وهو النهارده او هو في الموسم دوت ثالث الدوري؟ الاتحاد الافريقي لقى ان الفرق الكبيره والفرق الجماهيريه بتطلع من دوري ابطال افريقيا وبتشارك في الكونفدراليه، وطبعا دوري ابطال افريقيا ما بقاش قوي زي الاول، فهم عايزين يعملوا اي حاجه عشان يجيبوا جماهير كتيره للبطوله ويعملوا نسبه مشاهده ويعملوا فلوس. طبعا الموضوع كله بيزنس. ففرقه زي الزمالك، فرقه زي الصفاقسي، فرقه زي الرجاء، الفرق دي كلها هتشارك في الكونفدراليه. فقال لك لا، احنا هنعمل استثناء لدول معينه، مصر وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا. الخمس دول دول اول توالت في الدوري، يعني اللي واخد الدوري وتاني واحد وتالت واحد هم دول اللي هيشاركوا في دوري ابطال افريقيا. فانا بقول لك من دلوقتي رسميا نادي الزمالك هيشارك في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي ان شاء الله، وباذن الله يبقى موسم جديد على كل الزملكاويه وموسم جديد للنادي الملكي الزمالك العظيم. دي اخر اخبار كنت عايز اقولها لك. ما تنساش تعمل الشير واللايك الجميل. سلام.